يا مساء الفل عليكم ومساء الورد ومساء الياسمين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. يوم جديد وفيديو جديد. اتمنى ما تنساش تصلي على النبي في الكومنتات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واسالكم من دعاء لبابا بالرحمه والمغفره، اللهم امين يا رب العالمين. النهارده بقى فيديو جديد وروتين جديد ومشتريات جديده. النهارده كده قررت انزل السوق، وده يعتبر روتين مسائي. انا نازله اخر النهار، جبت كده طلبات بسيطه. مش نزلت السوق يعني اللي هي مشتريات بقى وحاجات كده كتير، لا، يعني تعتبروها كده مثلا ميزانية يومية بإذن الله، حاجة كده مش هتكلفكم خالص. قلت اعمل معاكم النهاردة كده غدا اقتصادي ومش مكلف خالص. طبعا احنا عايزين ندبر الدنيا الايام دي على قد ما نقدر، احنا لسه اول الشهر بس عايزين ندبر الدنيا علشان العيد اخر الشهر، فالعيد مش عايزين يجي علينا كده واحنا مش شطابين خالص. فنزلت بقى كده قلت اجيب النهارده اكله اقتصاديه. النهارده هعمل معاكم، مش عايزه احرقها لكم. تعالوا نشوف جبنا ايه الاول. جبنا طماطم وجبنا بصل، جبنا بطاطس، دي الحاجات الاساسيه عندي في البيت، اهم حاجه تكون موجوده. والبطاطس ما شاء الله حلوه اول الايام دي وب10 جنيه، وكمان البصل ب10 جنيه، وكمان البصل الجديد نزل، بس ده مش اللي هو جديد قوي بصراحه. بس اللهم صل على النبي. وجبت الطماطم كمان ب10. الطماطم رخصت اول فترة دي عن الفترة اللي فاتت، في منها ب10 وفي ب15. جبت كمان بقى مشترياتي يعني، حاجات كده كانت ناقصاني، ومشتريات كمان ناقصاني في الاكل بتاع النهارده. جبت مكرونه وجبت عدس. طبعا فهمت انا هعمل ايه. هعمل النهارده يا جماعه كشري مصري. هنعمل كده مع بعض شوية كشري، ونعمل كمان نسلق كده جنبه بيض للعيال، ونقضي كده اليوم النهاردة أكلة كده بسيطة وخفيفة وهتعجبكم قوي. وهقول لكم بقى النهاردة طريقتي في عمايل الكشري. أول حاجة كده جبت العدس، والعدس الكيلو عامل 60. علبة الماجي عاملة 45. كيس السكر عامل 35. ازازة الخل ب15. ودي كانت مشترياتي النهاردة. وكمان جبت مكرونة اسباجيتي عاملة 24. وبس كده. طبعا اكلتنا النهارده يعني مالكوش دعوه بقيه المشتريات اللي انا جايباها دي، طبعا عارفه اللي ممكن تكون انا جايبه حاجات بزياده اصلا. بس اكلتنا النهارده يعني في الغالب كده مش هتكمل 100 جنيه. لو جبت كيلو مكرونه مشكل، انا جبت اصلا نص كيلو، بس عشان انا عندي انواع مكرونات تانية يعني هنا في البيت فمتوفره عندي. فانت لو جبتي بس كيلو مكرونه مشكل، لو انت اسره كبيره، لو انت اسره صغيره ممكن تختاري نص كيلو برضو مشكل، هيكون عامل 12 جنيه. هتجيبي ربع عدس مثلا ب 12 ونص، قصدي ب15. هتجيبي كمان ربع، اللهم صل على النبي، ربع حمص، قولي مثلا ب15، ممكن توزني ب15 يبقى كده 30 و12 مكرونه. اللهم صل على النبي، كده 42. وهتجيبي مثلا نص رز ب15، قولي مثلا 45 ونص رز، يبقى كده 60. كده 60. ايه تاني؟ بصي يعني بقية الحاجات يقول كده 60 جنيه. الحاجات الأساسية عندك رز، العدس، الحمص. فاضل معانا مثلا ايه تاني؟ الشعرية، ممكن تجيبي ب5 جنيه شعرية. فالتكلفة كلها مش هتكمل 100 جنيه، فدي كده يعتبر ميزانية مش هتكمل ال100 جنيه. طبعا لو انت حابين مثلا تجيبوا بيض زي ما انا ما هعمل كده، هسلق بيض جنب الكشري للعيال يعني عشان تبقى وجبة كاملة كده ومتكاملة. فممكن مثلا لو انتوا أسرة ست أفراد يا ستي، هتجيبي مثلا بال30 جنيه الباقيين، يبقى كده عندك ال100 جنيه كاملة. هتعملوا منها كل واحد طبق كشري محترم كده كبير، وهتعملوا كمان كل واحد بيضاية كده مسلوقة ياكلها جنب طبق الكشري، وبألف هنا وشفا. فيلا بينا بقى كده، دي مشتريات النهارده. وتعالوا نشوف جبت ايه تاني. جبت كمان صابون يعني للحمام وكده. وجبت كمان كيس ليدر علشان الغسيل. فطبعا دي خارج ال100 جنيه طبعا، يعني ما بقولكوش كله بال100 جنيه. انا بس ايه قلت اقول لك يعني الميزانيه تكون عباره عن ايه. جيت بقى حمرت الشعريه كده على طول، ونزلت عليها بالعدس اللي مسلوق كده، يعني نص سلقه، يعتبر اقل كمان من نص. يعني ممكن اصلا تنقعيه فتره طويله وما تسلقهوش، بس انا كنت مستعجله فاديته كده سلقه بسيطه. وغسلته طبعا تحت الميه وصفيته. هنا بقى جهزت الحله بتاعتي فيها ميه سخنه علشان اسلق المكرونه على طول. سبت كده بقى الميه تغلي براحتها، يعني حطيتها يعني تسخن قصدي براحتها، علشان اسلق المكرونه على طول واخلص كل حاجه في نفس الوقت. بصراحه بالنسبه لي الكشري ده يعني اسهل اكله. هو تحس انه بتعملوا كذا صنف وكده، بس انا بالنسبه لي اسهل اكله. حطيت بقى هنا كده الرز على العدس والشعريه وقلبته كويس جدا. وجيت هنا في الحله دي حطيت شويه زيت، وبحمر كده البصل زي ما انتم شايفين. طبعا البصل اول حاجه ببدره بدقيق ونشا، وبصفيه كده منهم، وبحط على طول في الزيت، بيطلع معاكي كده ذهبي وكريسبي وحاجه كده تحفه. اهم حاجه ولا تطلعيه على ورق ولا على مناديل مطبخ،
ولا في طبق كده لوحده، طلعيه على مصفى واديله سنه ملح وسيبيه بقى على المصفى كده يعني يصفي الزيت بتاعه خالص، هيطلع معاكي حلو ومقرمش. هنا بقى حطيت المكرونه تتسلق، كمان حطيت هنا العدس يتسلق مع بصلايه فصين توم طماطميه. وبص بقى الرز خلاص كده اتشرب، هوطي عليه ويبقى كده عندي الرز جاهز. بس كده بصوا بقى مفلفل ازاي وجميل، هوطي عليه بس ياخد كده 5 دقايق كمان ويبقى كده خلاص الرز معايا خلاص انتهى. المكرونه بقى عندي الناحيه التانية بتتسلق والعدس كمان بيتسلق. هنا المكرونه كانت اتسلقت وصفيتها، جيت بقى كده اخدت كام فص توم دقيتهم مع قرن فلفل وحطيتهم ايه في الحله كده ياخدوا لون. اول ما ياخدوا لون كده دهبي جميل فاتح هننزل عليهم بعصير الطماطم. دي كده مرحلة مهمة جدا يعني، طبعا خلي بالك في المرحلة دي علشان التوم لو غمق منك هيغير طعم الصلصة. جيت بقى هنا خدت الطماطمايه والبصلايه والثوم اللي كانوا مع الحمص اديتهم ضربه في الخلاط ورجعتهم تاني على الشوربه عشان يدوني اللون القمر اللي في شوربه الحمص دي. حطيت كمان عليهم شويه كمون وشويه ملح وبس كده الحمص عندي جاهز. هنا كمان بقى عرفت كده الاكل زي ما انتوا شايفين، حطيت المكرونه عليها الرز بالعدس. بحب احط الرز بالعدس فوق المكرونه علشان العدس كده يكون باين، فاهمين قصدي ايه؟ علشان انا مش عامله العدس يعني منفصل لوحده اللي انا احطه ايه على المكرونه، فبحب الترتيب ده قوي. لو انت عامله العدس منفصل فحطي عادي الرز من تحت وفوق المكرونه وفوق العدس. هنا بقى حطيت كده الصلصه وكمان حطيت البصل بتاعي. ويقولوا لي بقى في الحته دي انا بس اللي حاسه بكده ولا كلكم زيي؟ الجو اليومين دول تحسوه شتا تاني، ما تعرفوش ليه، خصوصا بالليل. لاني انا امبارح واول امبارح بالليل كده بسقع انا والعيال، فبضطر ان احنا نتقل كمان شويه مؤقتا لحد تاني يوم الصبح، لان الجو بالنهار حر جدا، الجو بالليل بيبقى ساقع. مش عارفه بصراحه الجو قلب تاني كده ليه. ما علينا بقى، مش عارفه هو انا فعلا بس اللي كده ولا شقتي هي اللي تبقى ساقعه بالليل ولا كل الناس كده دلوقتي. هنا بقى حطيت كده الحمص على الوش، وهنا بقى كنت سلقه بيض زي ما قلت لكم كده، هسلق جنبه بيض علشان يعني تكون وجبه متكامله. وهنا بقى عندي احلى طبق كشري مصري، قولوا لي ايه رايكم فيه؟ والدقه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده حاجه كده قمر. خلصنا بقى كده الكشري والغدا بتاعنا، تعالوا ايه نعمل لهم كده حاجه حلوه يتعشوا بيها، يعني ناكلها بقى بالليل كده في العشاء، في السهره في اي وقت كده براحتك. طلعت كده كيس لا باكت كيكه، اللي هي كيكه الباباز دي كانت عندي بقالها شويه حلوين من قبل رمضان تقريبا. فبصراحه ايه قلت جه وقتها اللي انا اعملها لهم دلوقتي. طبعا هي المكونات بتاعتها مكتوبه عليها اللي هي يعني اللي فيها والمكونات اللي هزودها. هنا بقى هزود كده بيضتين في الخلاط، اهم حاجه يكونوا في درجه حراره الغرفه، بلاش بيض يكون طالع من التلاجة وتستخدميه. هي بصراحة طريقتها سهلة جدا وطعمها يعني تحفة. دي بصراحة انا بجيبها من مايوي، المفروض تحطي عليها معلقتين زبدة، بس انا ما عنديش زبدة فهحط سمنة. وطلعت برضو النتيجة بتاعتها يعني ممتازة بصراحة. الكيكة اصلا طعمها حلو. الكيكة دي اصلا عبارة عن كيكة وبتحط عليها شربات. هتقولي لي ازاي؟ اقول لكم مش عارفة، بس مكوناتها كده وطريقتها كده وبصراحة طعمها حلو قوي. فحطيت كده معلقتين حلوين سمنة، وهما تقريبا 4 معالق، ممكن يكون 4 معالق او 4 معالق سمنة. بس يعني ممكن لو معلقتين هرميين كده يعني تستكفي بيهم عادي. كمان عندي البيضتين هضربهم ايه مع السمنه في الخلاط، ومجهزه كده بره كوبايه الا ربع من اللبن. هي كل كيكه يعني كل باكت كيكه بتجيبيه بيكون مكتوب عليه المكونات بتاعته، مش كل الكيكات زي بعضها، كل باكت ومكتوب عليه مكوناته. دي كوبايه الا ربع لبن، احطهم كده وهضرب تاني لحد ما يتجانسوا كده مع بعض ويكون الخليط ايه ناعم كده وواحد. بص انا بضرب كده ضربات ايه متقطعه علشان بتابع يعني ده على طول ولا محتاج ان انا اضرب تاني. فبصراحه يعني جربوها وعلى ضمانتي. مش شرط تكوني جايباها من مايوي، في محلات كتير قوي بتجيب المنتجات بتاعه مايوي، فاسالي اي عطار هتلاقيها عنده او اي سوبر ماركت يعني. بس طبعا انا بصراحه مجربتش ان انا اجيب حاجه مايوي يعني من بره، لاني جربتها في المنظفات ومعظمها بتكون مش كويسه. فمجربتش بصراحه حاجه من بره، كل حاجتي يعني بطلبها من مايوي من الشركه احسن. هنا بقى بزود ايه الخليط كده بتاع الكيكه واحده واحده علشان ما يكتلش معايا وينزل كده معايا متجانس. وبصراحه كنت بفكر اضربهم بره بس قلت ايه في الخلاط كده كل مره واحده، ويعني اختبره كده، حطيت شويه قلت لو لفت بسهوله هكمل، ما لفتش هطلعهم بره. وهنا بقى عندي بصوا كده الكيكه خلاص جاهزه معايا، ضربتها كويس جدا. جبت بقى عندي القالب ده ودهنته كده دهنه سمنه، وانا مطلعه صينيه تحته علشان ما يقعدش يعني يسقط كده ما بين الشبكه بتاعه الفرن. واحط بقى كده الخليط بتاعي، ولا دهنت ولا دقيق ولا الكلام ده كله، ما بدرتهاش بدقيق ولا حاجه.
حطيتها بس كده على طول. هنزل طبعا كل الزوايد اللي في الخلاط دي، مش هسيب اي حاجه، بمعلقه السيليكون بتاعتي كده وهنزل. بص يعني اللي متبقى في الخلاط يعني طلعوا لي كده قطع محترمه. فهنزل كده بقى كل الزوايد بتاعتي علشان المقدار بتاعي كده يكون مظبوط كمان في الصينيه. بس كده هي دي الطريقه بتاعتها، وعايزه اقول لكم سهله جدا. بس كده اخدها بقى على الفرن، واتمنى الفيديو النهارده يعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ما تنسيش لو انت لسه جديده عندي اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بنزله. وكمان لو انت بقى جديده ما اتفرجتيش على الفيديوهات القديمه، فارجعي كده خدي لفه فيها، صدقيني الفيديوهات كلها هتعجبك قوي. هنا بقى الكيكه دي طلعتها، قصدي دخلتها على فرن درجه حراره 180 متسخن قبل ما ابدا كده. الكيكه على طول شغلته وبدات الكيكه وبعد كده دخلتها على طول. هنا بقى طلعتها كده، وعايزه اقول لكم منظرها يعني تحفه. طبعا بتختبريها باي ستيك عندك، بتحطيها كده في نص الكيكه، لو طلعت ما فيهاش عجين بتكون كده هي خلاص استوت. لو طلعت فيها عجين لسه، فقفلي عليها كده بالراحه وبلاش تفتحي عليها قبل نص ساعه. الكيكه كده عندي وهي بصراحه مش بتاخد وقت معاكي لان الكميه مش كبيره وتعجبكم. طلعتها بقى سقيتها كده بالشربات بسيطه ومن غير يعتبر مكونات كده خفيفه خالص. بس عايزه اقول لكم على نقطه صغيره، قبل ما تسقيها اقلبيها الاول من القالب بتاعك علشان ما تلزقش منك، لان هي لزقت كده سنه بسيطه من الشربات، مش محروقه ولا حاجه، هي لونها كده زي ما شايفين من فوق هو ده نفس اللون اللي تحت، بس هي لزقت سنه من الشربات عشان لزق فيها، وهي الصينيه اصلا كانت سخنه. فسيبها تبرد شويه وقلبيها من القالب على اي طبق عندك، وبعد كده اسقي الشربات بتاعك. بس كده بقى الطريقه سهله جدا ما فيهاش اي حاجه. اتمنى الفيديو النهارده يعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ما تنسيش لو انت اول مره تشوفيني تشتركي في القناه او تفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بنزله. وبس كده الفيديو بتاعي خلص، اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.